شماعتين بنعلق عليهم قرار الدايت. لو احنا عايزين نأجل الدايت او عايزين نصعبه على نفسنا او عايزين نقفل الباب ده خالص، بنقولهم هما ايه؟ اول حاجة حرق ضعيف. حرقك ضعيف ده علشان تقوليه على نفسك لازم تكوني عملتي التحاليل اللي بتقول ان انت حرقك ضعيف. لازم ورق يا فندم، لازم ورق مختوم من المعمل بيقول انه عندك مشكله في الغده، بيقول عندك مقاومه انسولين، بيقول ان انت عندك مشكله في فيتامين دي، في مشاكل كتيره جدا ممكن طبعا تبقى عامله مشكله في الحرق، محدش يقدر ينكر ده، لكن من غير ورق ما ينفعش يبقى حرقك ضعيف. حرقك ضعيف ده لازم ورق. النقطه الثانيه والشماعه الثانيه وهي ايه؟ ما عنديش اراده. ما عنديش اراده دي الشماعه الثانيه. طيب حضرتك اختبرتي ارادتك؟ يعني جربتي لمده شهر؟ ما تقوليليش جربتي يومين ثلاثه، ما هو يومين ثلاثه دي مش اراده، لا دي اراده عصفوره، دي اراده سمكه. لكن الاراده الحقيقيه ان انا على الاقل ادي نفسي شهر اجرب فيه ارادتي، اجرب فيه كل المراحل اللي المفروض امر بيها. انا عندي مرحله اولانيه اسمها مرحله التمهيد، حضرتك جربتيها؟ يعني جربتي تمهدي لنفسك الاول في 3 مراحل كده علشان ندخل في الدايت، واتكلمنا فيهم كتير، بس خلونا نتكلم على مرحله التمهيد الاول. هي ايه؟ اول حاجه بكل العك اللي انا بعكه في يومي، بكل العادات الغذائيه الغير سليمه، ابتدي ادخل عادات غذائيه صحيه سليمه على ده. يعني ادخل علشان اعرف افصل بعد شويه. اوكي؟ ايوه، يعني اعمل ايه؟ هقول لك بقى حضرتك تعملي ايه. اولا عايزين نبعد فكره ان احنا نبتدي متفوقين، يعني نبتدي من حيث انتهى الاخرون. في شخص خس بقاله سنه ونص ماشي على نظام غذائي متوازن جدا، وفي الاخر خالص تبصي عليه كده النهارده هو خاسس، تلاقيه بياكل سلطات، بعد خالص عن المقليات، كل اكله صحي وزي الفل. انا عايزه ابتدي من عنده، انا عايزه ابتدي من الحته دي. لا ما ينفعش خالص. ابتدي بدايتك، اطلعي السلم من اوله، ابتدي دخلي العادات الصحيه السليمه على عاداتك الغذائيه الوحشه اللي انت شغاله في روتين يومك العادي. يعني اعمل ايه؟ اشربي ميه كتير. على العك اللي انا بعكه عكي واشربي ميه. طيب وايه كمان؟ اتحركي، امشي. ما بعرفش امشي في البيت، ما بمشيش في البيت. طيب اتنفسي. تعرفي تتنفسي؟ يعني في اسهل من اعملي تمارين التنفس، محتاجه منك حوالي 3-4 دقائق في اليوم، وتاخديهم بالتدريج كده، دقيقه الصبح، دقيقه في نص النهار، دقيقه قبل ما تنامي. يعني ايه تمارين تنفس؟ احنا بنحرق الدهون الكتير، اكتر نسبه من الدهون بتتحرق عن طريق التنفس، فاعملي تمارين تنفس. في ناس قاعده على كرسي ما بتتحركش، في كبار سن، في ناس كتير جدا ما تقدرش تتحرك. طبعا انا بكلم اللي يقدر يتحرك. لو سمحت دخل الحركه في يومك، اي حركه، اقف، اتحرك، اطلع السلم، امشي لاخر الشارع، اركب من بعيد، امشي في تراك، امشي حوالين العماره، اتصرفي. لكن وبرده اعملي تمارين التنفس، لان تمارين التنفس مهمه جدا. اتنفس من مناخيري لحد ما بطني تتنفخ، واطلع النفس من بقي بالراحه لحد ما اعد 5. اعمل ده 3-4 مرات ورا بعض لمده دقيقه. ايوه ده تمرين. يبقى انا كده اتنفست، اتمشيت، اتحركت، شربت ميه كتير. عملت ايه تاني؟ ممكن اشرب شاي اخضر، احط عليه نعناع، احط عليه ليمون، اشرب كوبايه بعد الغدا كده تبقى شاي اخضر بليمون. تعمل ايه؟ تنزل ميه زياده في الجسم، تساعد على الحرق، تعمل اللي تعمله. المهم دخلي لي شويه عادات غذائيه صحيه سليمه. حضرتك احنا كل ده في مرحله ايه؟ التمهيد. طيب مرحله التمهيد لسه مكمله. دخلي لي بقى طبق سلطه، كلي سلطه. انا عارفه انك ما بتاكليش سلطه اصلا، بتعملي السلطه علشان يا اما هم ياكلوها اللي قاعدين على السفره وانتي ما بتجيش ناحيتها. لا، ابتدي بالسلطه، ابتدي كلي سلطه كتير. دخلي السلطه في حياتك، فطار غدا عشاء. دخلي سناكس في حياتك، خياره، خصايه، جزرايه. دخلي لي الياف على العك اللي انا بعكه. ايوه على العك اللي بتعكي. فتره التمهيد دي قد ايه؟ قد ما انت تقدري، خديها زي ما تحبي. عايزاها تاخديها اسبوع، 10 ايام، براحتك، على قد ما تقدري. انت نفسك بالتدريج هتلاقي نفسك داخله على المرحله الثانيه. وهي ايه المرحله الثانيه؟ المرحله الثانيه هي التبديل.
هتلاقي نفسك مستخسره المجهود اللي انت عاملاه وانت مش حاسه. انت زودتي مجهودك، دخلتي طبق السلطه والحاجات اللي احنا قلناها، هتستخسري بقى المجهود ده. فتقومي عامله ايه؟ هتلاقي نفسك بتبدلي المقلي بالمشوي، اللي بالسكر بعسل بس قليل، اللي بالسكر الدايت، الحلويات بالفاكهه، هبتدي بالسلطه مش هبتدي بالنشويات. هتتلاقي نفسك بالتدريج بتبدلي. يبقى مرحله التبديل هي المرحله الثانيه. المرحله الثالثه اللي هي داخله علينا دلوقتي هي ايه؟ اللي هي اسهل بقى مرحله لان انت زي الفل، التقليل. المرحله الثالثه هي مرحله التقليل. هتلاقي نفسك خسيتي وبقيتي خفيفه ولقيتي لبسك وسع عليكي. ايه ده، هي الدنيا سهله كده؟ ايوه يا فندم سهله جدا. طيب انا هبتدي بقى اقلل ايه؟ اقلل نشويات، اقلل حلويات، اقلل العشاء بتاعي لو انا بتعشى تقيل، هبتدي اتعشى اخف، هبتدي اقلل في العيش، وبدل ما كنت باكل الرغيف هاكل النص رغيف. انت لوحدك هتلاقي نفسك ماشيه على النظام اللي انت قادره تعمليه، وده بمنتهى السهوله. ابتدي من النهارده مرحله اولى وهي مرحله التمهيد علشان تقدري توصلي لمرحله التقليل في اسرع وقت. بس كده.